اولا الف سلامه على امام عاشور وربنا يرجعه بالسلامه في اسرع وقت. الف مليون مبروك الفوز الاول للعميد مع المنتخب المصري الاهلاوي وتاهله الى المباراه النهائيه في انتظار الفائز من مباراه تونس وكرواتيا بكره ان شاء الله. هتقول لي ايه احلى حاجه في المباراه؟ اقول لك احلى حاجه في المباراه الحماس اللي زرع حسام حسن في اللعيبه. هي دي ميزه المدرب الوطني مع المنتخب الوطني، بيزرع حماسه في اللعيبه. بص على اللعيبه النهارده، اللعيبه كلها عايزه تاكل النجيل. اللي كان معترض على وجود قفشه مع المنتخب المصري وطالع يقول لك قفشه هيعمل ايه مع المنتخب المصري، النهارده اتفرج على قفشه بيجري في كل حته في الملعب. ومش بس كده، بص على رامي ربيعه الحلويات اللي بقدمها مع المنتخب، ما بقدمش حلويات كده مع النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله، دفاعيا ولا اروع ولا اجمل، والزياده بتاعته في نص الملعب بسم الله ما شاء الله، عنده كرات طوليه بيلعبها على رجل اللاعب بالظبط، مش محتاجه غير ان اللاعب يروح بها ويجيبها هدف. ولو هتكلم على نص الملعب بتاع المنتخب فعندك مروان عطيه وعندك حمدي فتحي وعندك قفشه وقبلهم كان امام عاشور. بسم الله ما شاء الله، نص ملعب المنتخب المصري ولا اروع ولا اجمل. حتى مروان عطيه النهارده خد رجل المباراه، وحتى امام عاشور قبل ما يطلع مصاب عامل لك ضربه جزاء وكان هو اللي مبدع في نص الملعب بتاع المنتخب. المنتخب المصري عمل كل حاجه النهارده في الكوره الا الفينش، الا ان هو يجيب الهدف الثاني. ده كمان رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وجنبهم محمد هاني وعلى الشمال محمد حمدي مقفلين الدفاع 100%. واللي عمل فيهم كده هو حماس حسام حسن اللي زرعه في اللعيبه من اول المباراه. طبعا المباراه ديت مش هتقيس مستوى المنتخب المصري ولا هتقيس مستوى حسام حسن مع المنتخب. المباراه اللي جايه اذا كنت هتواجه تونس ولا هتواجه كرواتيا، هي دي المباراه اللي احنا كلنا منتظرينها. هنتفرج على كوره من الطرفين، وان شاء الله المنتخب المصري يكسب البطوله دي، لاننا بقالنا فتره ما خدناش بطوله حتى لو بطوله وديه. بس كده، يلا سلام.